الأمطار الغزيرة التي تهاطلت الأيام الأخيرة تسببت في دخول السيول إلى المنازل بالأحياء الشعبية، والعينة من هذا الحي ببلدية براقي، حيث تصدعت الجدران وانهار البعض منها. أما على مستوى الشوارع فقد تسببت الأمطار الغزيرة في تصدع الطرقات الرئيسية والفرعية وانتشار البرك المائية، ما صعب حركة المرور والتنقل اليومي للسكان. نعاني من القطرة، من الميديتي، الطريق مهترئة كلش. يدخل الديار يقطروا كاع يقطروا قرموا تاع ترنيت. هاك تشوفي فيه هاك تشوفي باهاس كاع ترنيت. وبرا هاوليك هاك تشوفي فيها. هاوليك هذاك تشوفي فيه بالدور الكاميرا تاعك تشوفي هاوليك. ها قدامك. كي برا كي لداخل. هذوك واش تشوفي برا والداخل. راقدين انا ويما هي تصب وحنا لهنا في ميزيريا اختي نكذب عليك. ها حتى البارح بس درنا باب. ها حتى البارح كانت شغل لاسيتي البيبان كاع محلولين لي زارات وهنا كي طاحت الشتاء ولا خمنا حنا الحوايج رجعنا من الجهه اللي ملينا عند هذاك الجار. بيتي يسكنوا يرقدوا فيه العباد. الهربه هربناهم ليه ومغطيناهم بالنيلو. تلاميذ المدارس وجدوا صعوبة كبيرة في مغادرة منازلهم للالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب انتشار البرك المائية الكبيرة التي تعيق تحركهم. رحت مع صباح مع بابا وكي تكون ما كانش طونوبيل الله غالب ندخلوا هكذاك. هنا دايرين لاكاس دايرين الحطب ليها. الدراري الصباح لازم يخرجوا منها يروحوا بلي بوط. هاولك جابك شوف بلي بوط ولا غير بلي بوطات باش يروحوا يقراو الصوار هذوك ولا نرفدوهم بيدينا باش نديهم المدرسة. مع كل موسم شتاء يظهر أن البنى التحتية على مستوى كثير من الأحياء لا تزال غير قادرة على مواجهة مثل هذه الظواهر الطبيعية، والتي تتسبب في خسائر مادية وبشرية أحياناً.